للأمام، لكن إبعاد ممتاز من جانب ماسكيرانو. كرة تلعب في المكان السليم، وهذه خطيرة وحالة انفراد وفرصة هدف. جول جول. سواريز يبدأ الديربي. برشلونة يسجل أولا في الديربي، لكن لعبة هدف منذ البداية الأولى، لعبة هدف منذ البداية الأولى، بل منذ اللمسة الأولى. هنا انتهت الأمور، خلاص وصلت للرسام، صنع الكرة بهذه الصورة وتقدم سواريز. لم يستخدم القوة، استخدم الذكاء، وضع الكرة بالفعل في زاوية معاكسة لحارس مرمى وسجل بهذه الصورة. لكن لمسة الرسام تعطي برشلونة الهدف الأول في هذه المباراة. ما نشاهده، ما شاهدناه في 18 دقيقة الماضية شيء من برشلونة، ليس كل برشلونة، شيء من برشلونة. نعم، يأتي الآن إلى أنيستا، يسقط أرضا، لكن نيوتن لا زال. الله الله الله. هذا لما يقول لك يراقص موتاه. برشلونة في هذا الهدف ما سجل هدف، وإنما راقص موتاه. هدف جميل، هدف للذاكرة، هدف يعاد مرات ومرات. برشلونة يتقدم بهدف ثاني بالفعل، لكن الهدف كل الهدف نشوفه من البداية الأولى، من البداية الأولى يا ميسي. نبغي نشوف الهدف من هنا سقط نيوتن، لكن ما سقطت الكرة، وصلت إلى ميسي. راقص قتلاه وراقص موتاه وتقدم، وكانت المتابعة وكان الهدف الثاني لبرشلونة. يتقدم بالفعل، شيء من برشلونة يعود. لكن لاحظ هذا الكبير، هذا الأسطورة الذي راقص لاعبو فريق نادي اسبانيول كما يراقص القاتل قتله. تقدم وسدد، وكانت المتابعة من سواريز الذي سجل هدفا ثانيا. برشلونة الآن يتقدم بهدفين، وبالتالي صارت الأمور بالفعل إلى هدفين نظيفين في هذا الديربي الكبير. الله 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 الله. شيء كبير ما يحدث في الكامب نو في الشوط الثاني، شيء كبير، شيء جميل. هو حتى كيكي فلوريس مستمتع. اي والله، كيكي فلوريس مدرب اسبانيول مستمتع، لأن ما يحدث في الشوط الثاني في الدقائق الماضية شيء كبير وجميل ومثير. ولاحظ المرور الجميل، وصلت إلى ميسي، راقص قتلاه مرة أخرى، وكانت التسديدة من جوردي ألبا. شوف المرور والتقدم للأمام، والهدف الثالث الذي بالفعل يعود برشلونة بصورة كبيرة بالفعل. ولاحظ هنا الكبير الذي واصل مرة أخرى. يا جماعة، أحد منكم شاهد قاتل يراقص قتلاه؟ هذا ما فعله ميسي في الهدف الثاني، وهذا ما فعله ميسي بعد ذلك في الهدف الثالث. لاعب خطير بالفعل، ياتي بكرة جميلة، لا زالت خطيرة. هذه فرصة لهدف. جول أول يسجل، هدف يسجل من قلب الدفاع. بالمناسبة هذا قلب الدفاع المتقدم ديفيد لوبيز. نعم، وكأنه مهاجم، وكأنه قلب هجوم. هذه مو بحطة مدافع اطلاقا، هذه مو بركلة مدافع، هذه مهاجم من طيرة الكبار، لكنه سجل بطريقة كبيرة جدا. نعم، قلب الدفاع ديفيد لوبيز يأتي ويسجل بذكاء كبير ويقلص الفارق الآن.
ما أوعدكم بالبطولات ولكن أوعدكم بفريق تفخرون به. هذا اللاعب الآن، هذه محاولة، كرة جميلة، جول! لابد وأن يسجل ميسي صانع الفرح في المباراة، لابد وأن يفرح بهذا. ميسي يكمل الليل البرشلوني، ميسي يسعد الآلاف في الكامب نو، ويتقدم برشلونة ب4 أهداف لهدف واحد، وقد زار الشباك المفضلة من الشباك المفضلة بالنسبة له. الكرة بدأت عزيزي المشاهد بهذه الصورة للأمام، انطلقت، وصلت إلى ميسي، خذوا هات في غاية الروعة بينه وبين سواريز. وبعد ذلك بقية القصة وبقية اللوحة واضحة للعيان بهذه الصورة. اللمسة كافية، والهدف الرابع، والمباراة الأفضل والمباراة الأجمل لبرشلونة عندما انطلق. كل من في الملعب كان واقفا عزيزي المشاهد، لأنهم يعلمون كل العلم بأن الخطر قادم، وبأن الهدف الرابع في الطريق للوصول إلى الشباك. هي مسألة ثواني ليس إلا نعم، وكانت الهدية من سواريز الذي رد الهدية بأفضل منها، وصارت الآن 4 أهداف كاملة مكملة في ديربي مثير، ديربي جميل، ديربي بالفعل عاد فيه برشلونة في